اسمع يا محترم، تعرف ان الشقة المكركبة اللي انت عايش فيها دي بتتروق 20 مرة في اليوم، والبوتاجاز اللي انت شايفه مدهن بيتغسل بعد كل طبخة، والتلاجة اللي مش منظمة بتتنظم اسبوعيا تقريبا، والحوض اللي مليان مواعين ده كان لسه فاضي من شوية. فما يغركش فيديوهات الفيسبوك واليوتيوب والحاجات اللي بتزغلل العين دي. طبعا التنظيم شيء جميل والترتيب شيء رائع مفيش احسن منه، بس برضه انت ما تعرفش ورا الكاميرا بيحصل ايه من مونتاج واعادة تصوير وتعب ومجهود. فبلاش تحس انك اقل من حد، وانت خليك عارف ان والدتك او زوجتك شايفين اللي وراهم على اكمل وجه، وما بيخلوش وراهم ورا زي ما المثل بيقول. فاحمد ربنا على اللي انت فيه، لانك والله العظيم احسن من ناس كتير غيرك بكتير. الشقة المكركبة معناها ان العيال صحتهم كويسة، احسن ما يناموا مسطحين من التعب والمرض والعياذ بالله. والمواعين اللي كل شوية تتكون في الحوض بتقول ان في خير موجود في البيت. وبهدلة البوتاجاز يعني اكل بيتعمل، يعني رزق ربنا رزق بيه الاسرة دي. مش معنى كلامي اني بقول للناس ما تروقش او ما تنظمش وتعيش حياتها بهرجله، لا والله، انا بس قصدي انك تعيش وتتبسط وتتمزج، وما تبصش بس على السلبيات. اضحك لاخر نفس، شم اللقمه قبل ما تاكلها وكلها بمزاج. عيش يومك لان اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، ده اللي انا اقصده. عيش حياتك وبص على النعم اللي ربنا انعم عليك بيها واستمتع بوجودها في حياتك، وبطل تبص على المفقود قدامك، لان الانسان مننا لو بص على المفقود عمره ما هيتبسط زي ما قلت لك قبل كده بالشيء الموجود. ولو حد سألك انت عامل ايه، قول له انا في زحام من نعم الله، وربنا سبحانه وتعالى هيرضيك دايما، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا يرضيكم جميعا ويسعد بيوتكم ويجعلها هادية مطمنة مستقرة مرضي عنها بإذنه وفضله يا رب العالمين. السلام عليكم.